كيف تحصل على عائد شهري يتجاوز 7000 جنيه من بنك حكومي؟ السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جايب لك ازاي تحقق عائد شهري بيتجاوز ال 7000 جنيه. لو انت بتحلم تحقق دخل شهري ثابت ومجزي، هقول لك النهارده على الطريقه الامنه والموثوقه لزياده ارباحك. في الفيديو ده هكشف لك ايه اهم الشهادات للبنك الحكومي اللي بيقدم الشهاده دي من خلال حلول ادخاريه واستثماريه متنوعه. يعني ايه متنوعه؟ يعني الشهاده دي جامده جدا 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 لانها بتتمتع بدوريات صرف متنوعه، شهري وربع سنوي ونص سنوي وسنوي. البنك الحكومي ده هو بنك التعمير والاسكان، وكلنا عارفين بنك التعمير والاسكان هو بنك حكومي بيقدم شهاده قويه جدا بدوريات صرف متنوعه تناسب جميع الافراد، والشهاده دي اسمها شهاده بريميوم. لو عاوز تعرف ازاي تدخر شهاده بريميوم وتحقق عائد شهري بمبلغ ثابت ومفيش تقلبات او تغيرات تحصل على الفايده دي، يبقى الفيديو ده ليك. عاوز تعرف؟ تعالى وانا اقول لك. انا رامي غازي وده اقتصاد 360، ولو اول مره بتشوفني ما تنساش بقى انك تدعمني باللايك وسبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. هقول لحضرتك النهارده 3 عناوين هنمشي عليهم طول الفيديو، ومش هطول عليك في الفيديو ده، انا هخليه فيديو خفيف كده لذيذ علشان برضو المتابع ما يملش. هكلمك في الاول كده على تفاصيل شهادة بريميوم الثلاثية من بنك التعمير والاسكان، وهقول لك كمان ايه هي دوريات صرف العائد على شهادة بريميوم. مش بس كده، كمان انا جايب لك مفاجأة في اخر الفيديو، هقول لك على المبلغ اللي حضرتك هتستثمره في شهادة بريميوم الثلاثية من بنك التعمير والإسكان، وهقول لحضرتك إزاي تحقق ربح شهري وربع سنوي ونص سنوي وسنوي. تعالوا بينا. اولا وقبل اي شيء، قبل ما ابتدي الفيديو واخش على تفاصيل شهاده بريميوم، لازم برضو اعرف حضرتك ان بنك التعمير والاسكان من البنوك القويه في جمهوريه مصر العربيه، ومن البنوك المعتمده جدا لدى الهيئات الحكوميه. يعني ايه؟ يعني مهم جدا حضرتك تكون فاتح حساب في بنك التعمير والاسكان، علشان لو بتقدم على شهادات الاسكان الجماعي وغيره اي حاجه تتعلق بهيئات الدوله، هتلاقي ان البنك ده هو رقم واحد. تلاقي نفسك بيسهل لك حاجات كتير، حتى لو حضرتك بتقدم على شقق الاسكان فانت هتلاقي البنك ده بيعرفك كل التفاصيل بخصوص الحاجه دي. تعالوا مع بعض بقى نعرف ايه هي تفاصيل شهاده بريميوم الثلاثيه من بنك التعمير والاسكان. اولا كده، الشهاده دي للافراد فقط، يعني مفيش اي شركه تقدر تشتري الشهاده دي، والشهاده دي مدتها 3 سنوات، والعمله الجنيه المصري، والحد الادنى لشراء الشهاده دي من اول 1000 جنيه. عندك كمان امكانيه الاقتراض بضمان الشهاده اللي زي كده، تاخد قرض بضمان الشهاده في حدود 90% من قيمه فلوسك. مش بس كده، كمان البنك بيقدم لك ازاي تصدر بطاقه ائتمان بضمان الشهاده برضو، وتحصل على 90% من قيمه الشهاده. وخلي بالك من الجمله اللي هو كاتبها بيقول لك باجراءات ميسره، ودي حاجه كويسه جدا بيقدمها بنك التعمير والاسكان. مش بس كده، كمان حضرتك تقدر تسترد قيمه الشهاده او جزء منها بعد مرور 6 شهور من تاريخ الشهاده، وبيتم اعاده احتساب العائد وفقا للايداع الفعلي. يعني حضرتك المده المعينه اللي حطيت فيها الشهاده بيحسب لك الايام الفعليه للشهاده. طيب ايه هي بقى دوريات صرف الشهاده؟ حضرتك لو حضرتك عايز العائد شهري موجود، ربع سنوي موجود، نص سنوي موجود، وسنوي موجود. ده متوقف على حضرتك، وحضرتك اللي هتختار العائد اللي يناسبك. يعني لو هتاخد العائد الشهري هتاخد 17 وربع في المية، ولو هتاخده ربع سنوي يعني كل 3 شهور هتاخد 17.50 من 100 في المية، ولو عاوزه نص سنوي يعني كل 6 شهور هتاخد 17.75 من 100 في المية، ولو عاوزه نهاية السنة هتاخد 18 في المية. تعالوا مع بعض بقى نشوف في الجزء
الجزء الأخير في فيديو النهاردة، لو حضرتك استثمرت مبلغ 500 ألف جنيه في شهادة بريميوم الثلاثية من بنك التعمير والإسكان، لو هتستثمر المبلغ ده اللي هو 500 ألف جنيه هتاخد عائد شهري لا يقل عن 7187 جنيه شهريا. وخلي بالك من النقطة اللي هقولها لحضرتك دي، البنك المركزي على الفايدة، نزل الفايدة، حضرتك في أمان. الشهادة دي بعائد ثابت، علشان كده أنا كنت عامل فيديو قلت لك ما تشتريش أي شهادة بعائد متغير وإلا هتخسر فلوسك. إحنا الاجتماع اللي جاي ما إحناش عارفين هيثبت ولا هيخفض ولا هيعلي. طبعا زي ما انتم شايفين الدولار يوم طالع ويوم نازل، والايام اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي الدولار قرب ينزل عن ال50 جنيه. ولو حضرتك بقى عايز عائد ربع سنوي يعني كل 3 شهور هتاخد 21875 جنيه. العائد ده ربع سنوي يعني كل 3 شهور. ولو حضرتك هتاخد نص سنوي يعني كل 6 شهور هتاخد 44375 جنيه. ولو هتاخده سنوي نهاية السنة بعد 12 شهر هتاخد 90,000 جنيه. وخلي بالك أنا بقول لك على شهادة مريحة جدا، ليها دوريات صرف متنوعة وكويسة جدا. وأنا شايف البنك الحكومي الوحيد اللي بيقدم لك دوريات صرف متنوعة لشهادة واحدة واللي هي بريميوم الثلاثية هو بنك التعمير والإسكان. لو عندك أي استفسار تقدر تسيبه لي أسفل الكومنت تحت وأنا هرد على حضرتك خلال 24 ساعة. لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى إنك تدعمني باللايك، سبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. سلام.